أحرار وحرائر المستشفى الجامعي الهادي شاكر. حضوركم اليوم هو أكبر دليل على ما يحتسنه ضميركم الجمعي من روح الانتماء إلى أمتكم العربية الإسلامية، وما يحتله وجدانكم من مكانة كبيرة للقضية الفلسطينية. نفتخر اليوم بوحدة الموقف الرسمي والشعبي تجاه هذه القضية. نقف اليوم إجلالا وإكبارا لروح الشهداء، شهداء شعبنا العربي في فلسطين. نقف إدانة للمجازر التي يقترفها العدو الصهيوني منذ أكثر من 10 عقود من عام 47. كما نفتخر بموقف الاتحاد العام التونسي الثابت من القضية الفلسطينية. الأخوة والأخوات، أدعوكم بدءا بتلاوة الفاتحة على روح الشهداء. هذه الوقفة يوم الأربعاء، ثم عندكم وقفة يوم الخميس غدا الساعة 11، ثم يوم الجمعة الساعة 12 قبل صلاة الجمعة لحضور الدعاء بإشراف أو بتلاوة من الشيخ الأخ إسماعيل. هذه معناها الصلة الأولى الأربعاء والخميس والجمعة، ثم نهار اثنين يجيكم إعلام أحداث. شكرا ثم شكرا، وأعطي الكلمة للأخت نجاة. تحية لأحرار وحرائر المستشفى الجامعي الهادي شاكر. المجد للمقاومة، المجد للمقاومة، المجد للمقاومة، والعزة للشهداء. نحن نحتسبهم عند الله شهداء، وسيتقبلهم الله سبحانه وتعالى برحمته. والخزي والعار لكل الأرض والعربية الجبانة المنددة اليوم فقط ببيانات. تحية للموقف الرسمي التونسي الشجاع في زمن الخضوع وفي زمن السكوت وفي زمن التطبيع. تحية بالمخزي الرسمي من تونس الحرة، من تونس الأبية، من تونس الكرامة. نحن نرفعها لكم لأشبال المقاومة، لفرسان 6 أكتوبر المجيد عام 1975. لن ينسى العدو الصهيوني ولن تنسى القوى الاستعمارية هذا التاريخ، وسيقاوم الشعب الفلسطيني وكل أحرار الوطن العربي. سنقاوم هذا الطاغوت الحاكم، هذا الكيان الصهيوني الاستيطاني، ولن تفل ولن تكل عزم المقاومة. وجيلا بعد جيل سنحمل الأمانة، لأنها كانت تسمى فلسطين وستبقى تسمى فلسطين، لأنها أم البدايات ولأنها أم النهايات ولأنها أم هي للمقاومة، كل الفصائل المقاومة. اليوم الشعب الفلسطيني يتوحد حول شعار المقاومة، ولن يسقط السلاح، ولن تسقط المدافع، ولن يسقط السلاح من أيدي المقاومة بكل أطيافها. اليوم الشعب الفلسطيني رفع شعار المقاومة.
يرحل ولن تتكرر النكبة ولن يتم التهجير القسري. هذا قرار الشعب الفلسطيني، وعلى كل أحرار العالم وعلى كل أحرار الوطن العربي خصوصا أن نقف جنبا إلى جنب معهم. هذا القرار لن يرحل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة، وستتحرر فلسطين كامل فلسطين من الأرض. ستتحرر الأرض، كل الأرض. ذلك شعار المقاومة. المجد للشهداء والعزة للمقاومة والخزي والعار للأنظمة الجبانة المطبعة. شهداء شهداء احنا ليكم اوفياء. 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 شهداء شهداء. كما قال اخوي ورفيقي وصديقي واخي وزميلي وشريكي في الكفاح هنا في المستشفى الجامعي الهادي شاكر، لقد سطرت المقاومة أسطرا من ذهب وهي تاج على رؤوسنا. أحب من أحب وكره من كره، وستبقى المقاومة المسلحة الخيار الوحيد لتحرير الأرض، كل الأرض. تحية منا إليكم. مقاومة 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 لا صلح ولا مساومة. مقاومة 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 مقاومة. أخويا حماد، سنبرمج تحركات هذه الأيام. كونوا في الموعد كما عهدناكم. هذه القضية قضية كل وطني، كل وطني عربي. نحن ننتمي تحرير الأرض ومن أجل السيادة الوطنية. كونوا في الموعد، ارسموا مع أخوتكم وأشقائكم في الأرض الوحدة على الثوابت، الوحدة على ثوابت المقاومة الفلسطينية. الممارسة هوني في المستشفى مع بعضنا يد واحدة نختم تدخل. شكرا لكم مرة أخرى. فلسطين بنروح بالدم نزيد فلسطين. بالأكد اللي يكون مثل ما المقاومة ثابتة في فلسطين، نقابتكم من مستشفى الفرص اللي مفروض تجمع ولا تفرق لغايات نقبية. هذا مش وقته. نحب نقول لكم اللي كون الخروج مش يكون من وسط وقفات احتجاج خارجة من الاتحاد الجهوي والمجتمع المدني، كل حسب ظروفه يلزم يتحرك في كل الساحات. واحنا هكا كيفاش اخترنا البرنامج متاعنا الى الامام. الله اكبر، النصر للمقاومة.